أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول فيديو في قناتي الجديدة تابعة لقناة عيشة سوف. أول فيديو إن شاء الله اليوم يكون عن طريقة الحنة الطبيعية للأقدام وللرجلين. نبدو بالصلاة والسلام على رسول الله، وندير لكم الفيديو تاع اليوم فيديو مفيد جدا 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 للتورم الأقدام وللآلام للقدمين. حنة ورقية طبيعية بمكونات طبيعية. الحنة هذه الورقية راهي متوفرة للبيع كالعادة كما تعرفوني، والتوصيل لجميع الولايات. نبدأ بسم الله ونقول نبدو نذكر لكم المكونات بالتفصيل. أهلا، اخترت لكم الفيديو تاع افتتاحية القناة عن الحنة الطبيعية كيش نعجنها في المنزل، نستعملها لآلام الأرجل آلام الأرجل القدمين معناها، فيها آلام، فيها حمى، فيها تعب. عندك الكيس هذا تقريبا راهو 25,000، متوفر للبيع، توصيل لجميع الولايات. هذا يحني رجلين زوز ويفضل منه شوي. عندي المكونات اللي راح نديرها: القارص، اول حاجه عصير قارص وهو اللي مكانش متوفر عندي، فاضطريت اني ندير الفيديو بلا بيه. ملح و البن، هذا قهوه باش تعطينا لون فقط. القرنفل، قهوه والقرنفل راح نحطهم في الماء اللي نعجن به الحنه. اما الملح وايضا ملعقه سكر والخل راح نخلطهم مع الغبرة تاع الحنة. تابعوا معي الطريقة تفهموها وتستفادوا منها وتطبقوها وتنفعكم إن شاء الله. ربي يشفي جميع المؤمنين. هذا الماء نحط فيه أو كان يغلي، نحط فيه البن، نحط فيه القرنفل، خليهم يركحوا شوي ومن بعد نصفيه. جوي العجينة نحط ملعقة ولا 2 ملاعق من خل وملح، وزيدوا عليهم سكر، ونحط الكيس هذا تاع الحنة. الماء هاو في الأسفل، مقدرش نعجن بيه حامي. بسم الله، اللهم باسمك الشافي المعافي يشفينا من كل داء. بسم الله الشافي المعافي يشفينا من كل داء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك شفاء عاجلا لا يغادر سقما. بسمك اللهم الشافي المعافي يشفينا من كل داء. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان جا عندي القارص ندير عصير قارص والقشور تاعها نحطهم في وسط الماء. شفتوا اللون تاعها والملمس رائعين جدا. نبدأ نصفي. يهديك ربي يهديك. نبدأ هنا بعد ما الماء ركح شوي، حطيت فيه القرنفل، القهوة، تحبوا تحطوا فيه تاي، قشور تاع القارص ضيفوهم، هضم كإضافة للحصول على لون قرونة غامق. لونها يهبل طلع لي ما شاء الله. إضافة إلى تقدروا اللي تعاني من تشققات القدمين أيضا
تستعمل الحنة هذه رائعة للتشققات على القدمين، ثياب، تولي الجلدة هكا طيبة شوي، الآلام، سخونة الأرجل، تورم القدمين، انتفاخ، يعني وما تنسوش قراءة الآيات تاع الشفاء، وتذكروا اسم الله وانتم تخلطوا وتعجنوها يا البنات، تعجنوا شفتوا كيما تعجنوا العجينة هكاكا تعجنوها مليح مليح. هذه بعد ما عجنتها شوفوا القوام كيفاش، هاو واش يبقى فيه الماء، نلمدها في كيس نخليها ترتاح في علبة نغلق عليها نخليها في مكان دافي، ومن بعد تحنوا بها ليلة كاملة. تقريبا أنا شوفوا عجنتها راهي ال11 قبل الظهر، وراح نستعملها مع بعد العشاء، معناها نحني ونرقد بها، ومعناها تقريبا 7 ساعات تطلع ما شاء الله تجبد كل ألم حمى. تدولها في الأخير هكا شوي خل وخلوها يقعد فوقها هكا فوق، وتقعدوا تحنوا وانتم تطلوا على الأرجل تاعكم، هزوا الماء هذا صفوه خلوه قدامكم واطلوا به الحنة تاعكم، ربطوها بقطعة قماش ومن بعد بكيس وقعدوا بها تقريبا 6 7 ساعات تجبد الألم وتريحكم بإذن الله. يعني هنا حطيتها في الكيس هاهي، هاي تقدروا تخلوا فيها شوية خل، هنايا تغلقوا الكيس تخلوها في مكان دافي وتستعملوها بعد ما ترتاح لمدة 6 ساعات، تطلع لكم لون سمح وتجبد الألم كل. الكيس هذا بعد ما حنيت به بيبقى لكم شوي، تقدروا تحطوه في يديكم ثاني تستعملوه. كما قلت لكم الحنة هذه متوفرة للبيع والتوصيل لجميع الولايات.